أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة جولتنا هتكون على محطة ترام سبورتنج الصغرى، وده نادي سبورتنج، ودي عمارة من الزمن الجميل، تحفة معمارية رائعة. الحقيقة أنا بحب العمارة دي جدا. لما بكون راكبة الترام وبعدي عليها بتعجبني قوي، وبقعد اتفرج عليها واتأملها واقول ربنا يستر في يوم من الايام ما عديش الاقيها اتهدت. ده الباب الرئيسي للعمارة من على الترام. شوفوا بقى الرسومات الجميلة، الرسومات البارزة على العمارة، وعلى فكرة على العمارة كلها وفي كل الادوار، مش المدخل بس. واكيد كلنا لنا ذكريات مع العمارة دي، لان هي فعلا حقيقي تحفة فنية جميلة جدا. وكمان ليها باب من الجنب، ده الباب التاني بيدخل على الجنينة على طول. وكمان العمارة كلها صحية جدا، الشمس وهواء في كل جزء في الشقة بيدخل لها الشمس والهواء من الأربع جوانب. العمارة 4 جوانب بيدخل منها هواء وشمس، وصحية قوي. بصوا هنا من الشارع الجانبي، ومن هنا الخلف بتاع العمارة، يعني الواجهة على الترام، وده الخلف بتاع العمارة برضو فيه بلكونات، والشمس بتدخل من كل الاتجاهات. 4 اتجاهات العمارة فيه، مش زي السكن حاليا دلوقتي. البيوت الجميلة اللي كلها فن ورقي وتحس بالفخامة وبالعز، كان زمان ساكنينه كلهم كانوا أجانب. نتفرج على العمارة والرسومات والفخامة من بره شكلها ايه. ده تمثال على العمارة من بره. كانت معظم العماير زمان كانت بالشكل ده، بيرسموا عليها ويهتموا قوي بالرسومات عليها من بره. اهو بصوا بقى كده هنا قد ايه جميلة الفرندا، جميلة جدا، والرسومات اللي عليها حلوة قوي، والمكان تحفة اصلا. يا ريت نحافظ على تراثنا وعلى بلدنا وتفضل جميلة. وإن شاء الله ألتقي معاكم في لقاء جديد. شكرا لحضراتكم.